السلام الخوت، نتمنى يكون كلشي على خير وبخير. اليوم غادي نهضروا على الناس اللي غيتقصاو من الخدمه العسكريه ولا اللي غيمشيو يحضروا ولكن ما غاديش يتقبلوا. اليوم غادي نهضروا على واحد الفئه. المهم هما ما كاينينش بزاف، يعني العدد ما غاديش يكون بزاف، ولكن تقد تكون منهم. بالنسبه للفئه الاولى اللي غادي تقصى، يعني هذه غادي تقصى من الاول، هما الناس اللي محكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر ولا أكثر. يعني الناس اللي دوزوا الحبس ولا مهم تشدوا على حساب شي عقوبة جنائية ولا حبس نافذة لمدة 6 أشهر، هادو راه غادي يتقصاو من الأول. يعني إلا كنتي دفعتي لهم راه غير عرف انك غاديش تقبل، يعني بلا ما تعذب راسك وتمشي عندهم. دابا غادي ندخلو للفئة الثانية. الفئة الثانية هما الناس اللي يا اما مزوجين ولا هما الوحيدين اللي في العائلة ديالهم اللي مكفلين بها. يعني هاد الفئة هذه حتى هما راه غادي يتقصاو من الاول، حيت اللي مزوج ولا اللي هو الوحيد عند مو باه، يعني هو اللي مكفل بهم، هادوك راه ما غاديش يتقبلوا حتى هما. ودابا غادي ندوزو للفئه الثالثه، هما الناس اللي غيكونوا مرض. المهم بالنسبه للمرض هو تيبقى على حساب الطب العسكري ولا على حساب لا فيزيت اللي غادي يديروا لك تمايا. ما كاينين شي امراض اللي هما باينين وما غاديش يقبلوهم. المرض الاول هما الناس اللي مرضين بالقلب واللي ما تيقدوش يديروا واحد المجهود عضلي ولا مجهود بدني، والغياض غيتيعياو، هادو تا هما ما غاديش يتقبلوا. المرض الثاني هما الناس اللي مرضين بفقر الدم، تا هما ما تيكونوش قادين على مجهود بدني وتيعياو دغيا، يعني دغيا تيعياو، تا هما ما غاديش يتقبلوا. وكاين المرض الثالث هما الناس اللي عندهم هشاشة العظام. هاد اللي عندهم هشاشة العظام تا هما ما غاديش يقدروا يديروا شي حاجه اللي هكا فيها مجهود بدني ولا يبقاو يقدروا ينقزوا ولا داك التدريبات اللي غادي يكونوا تيديروا تماك في التجنيد، تا هادو ما غاديش يقدروا يديروها وغادي يقصيوهم. وبالنسبه للناس اللي ما تشوفش مزيان، كاين اللي تيقول بان راني حيت ما تنشوفش مزيان غادي يقدروا يقصيوني. لا، هاد القضيه هذه ما غاديش يقصوا عليها، حيت ما تديوش على هاد القضيه ديال الناس اللي ما تيشوفوش. يعني الا كان عندك نظر ناقص غير سلم، يعني راه ممكن تقبل. وبالنسبه اللي عنده شي عيب خلقي، يعني هكا الفيزيك ديالو ما بقاتش ولا معوج من شي بلاصه ولا بحال هكا رجليه ما تيتمشاش مزيان ولا شي حاجه، حتى هادوك راه غادي يقصيوهم. وبالنسبه للامراض الاخرين تبقى ديك الساعه نسبيا، واش يقدروا يقبلوا الناس اللي مرضين بهم ولا لا. المهم ديك الساعه تمشي دوز وغادي تشوف راسك واش غتقبل ولا لا. ودابا غادي ندوزو للفئه ديال الناس اللي تيكونوا ضاربين راسهم. المهم هادو الا كانوا فيهم بزاف ديال الضرب، يعني ضرب يديه، ضرب صدرو، ضرب هذا، هادو تا هما راه غادي يقصيوهم. في غالب الامر تيرفضوا الناس اللي تيكونوا ضاربين راسهم ولا محسوبين مع دوك الناس اللي تيكونوا مشرملين ولا شي حاجه. هادو غالبا تيرفضوهم حيت تيكونوا عارفينهم ما تيكونوش نورمال، تيكونوا تيتقرقبوا وتيتقصاو. ولكن الا كانت فيك شي ضربه عاديه، يعني طحتي ولا كنتي درتي شي قصيده ولا المهم شي ضربه اللي انت ما كنتيش عوال زعما عليه وقعت لك، هذيك راه تقد دوز بها. وتا بالنسبه اللي ضربين راسهم، الا ما كانش زعما شي ضرب اللي باينين ومعيقين، يعني هكا شي ضربه صغيره ولا شي حاجه، حتى هي غالبا يقد يتقبل. مي الا كان ضرابي بزاف وكامل مشرط، راه غادي تعذب راسك وصافي، غادي تمشي تماك وغادي يرفضوك. حيت في 2019 بزاف ديال الناس اللي كانوا نيت دفعوا كانوا مضروبين وداك الشيء وضاربين راسهم كانوا رفضوهم. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. نتمنى ما تكونش شي واحد من هاد الناس اللي هضرت عليهم ولا الناس اللي قدروا يترفضوا، وان شاء الله تقبل. المهم هادشي اللي كاين. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنساش دير لايك وسبسكرايب باش يوصلك دائما الجديد على حساب هادشي ديال التجنيد.